كلمتين بخصوص الأستاذ عبد الله رشدي، الراجل الفقيه اللي هو كان دبابة الأزهر وبيجي دبابة السلفية دلوقتي. إيه السر ورا تحول الشيخ عبد الله رشدي من دبابة للأزهر ومن رمز للأزهر ومن شخص ينتمي لعقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية إلى شخص ينتمي للفكر السلفي الوهابي؟ الشيخ عبد الله رشدي زمان كان ماسك مسجد السيدة نفيسة، كان إمام وخطيب في المسجد، وكان راجل بيجلس تحت أقدام الشيخ علي جمعة وبيتعلم منه تبع مدرسة الشيخ علي، وراجل من أتباعه ومن تلاميذه، وكان تمام و100 فل و14، وراجل دبابة الأزهر. وبدأت القنوات تجيبه، القنوات الصغيرة، وبعدين القنوات تجيبه في المناظرات، وكان شاطر جدا هو في المناظرات مع إسلام بحير ومع الشيخ ميزو ومع أحمد عبد ماهر ومع محمد هداية ومع اللي اسمه رشيد حدادي باين، أو رشيد حماد اللي هو الأخ رشيد ده، في طبعا حوارات تلفزيونية مع أحمد موسى وعمر أديب وبسمة وهبة والإعلاميين دول. وكان يناظر والازهر قادم ودبابه الازهر، وهو شخص اشعري عقيدته اهل سنه وجماعه، وشخص فاهم ومحترم، وشخص يعني عقليه جامده خالص في الفقه وفي الدين وفي العقيده عامه. ايه سبب تحوله عاد من العقيده السليمه دي الى عقيده السلف، وتحوله من رمز للازهر ورمز لشباب الازهر الى رمز للشباب السلفيين؟ الشيخ عبد الله زمان ساعة ما كان في المناظرات وفي اللقاءات دي يعني تكلم عن انه المسيحيين عندنا احنا في الاسلام كعقيده هم كفره، واحنا عندهم في عقيدتهم المسيحيه المسلمين بالنسبه لهم كفره، بس في فرق بين العقيده وبين التعامل. العقيده شيء والتعامل شيء. العقيده ايوه يا عم انت كافر عندي وانا كافر عندك، بس في التعامل في بر واحسان وتقوى، وكل اللي امرنا به النبي عليه الصلاه والسلام وكل اللي نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. تمام. بس الناس فهمته غلط، وهو خبط شويه في وزير الاوقاف ساعتها اللي كان مختار جمعه، وبعدين راح شالوه من إمامة مسجد السيدة نفيسة وطلعوه من الأوقاف خالص. هو راجل ملوش دخل خالص ولا ليه أي دخل مادي غير صفحته اللي على الفيس دي أو صفحاته اللي على اليوتيوب أو لقاءاته الإعلامية بجوار اللي كانت وظيفته في وزارة الأوقاف. هو اتشال من وزارة الأوقاف وتعرض لمشكلة. أثناء تعرض للمشكلة دي محدش حماه، لا الشيخ علي ولا تلاميذه ولا مدرسته ولا أتباع ولا مشايخ ولا حد حماه ولا حد وقف جنبه ولا حد قال له تعالى. ولا المهم في مشكلة حصلت، الله أعلم المشكلة اللي حصلت بينه وبين مدرسة الشيخ علي وأتباع مدرسة الشيخ علي ومريدين الشيخ علي جمعة. فتامي سنة كده يكتب بوستات كده يستميل بها الشباب السلفي سنة لحد ما صفحته كبرت وصفحته كبرت، واللي بيكتب للفكر السلفي أو بيشير لهم أو بيستميلهم بينتشر بسرعة وبيشتهر أكتر كمان، وبيجي رمز للفكر السلفي إلى أنصار رمز للفكر السلفي. هو شخص فاهم وشخص أشعري، هو على فكرة أشعر، وشخص فاهم عقيدة وفاهم فقه، وشخص عارف الصح من الغلط، رغم انه لو هو سلفي بس هو سلفي بمخه مش بقلبه. الراجل دول كده كل شويه كده بيطلع ترند ينكش في المجتمع الاشعري على الفيس وفي الدوله او في الشباب، يقول لك مثلا يمدح في ابن تيميه، يمدح في الفكر الوهابي، يمدح في العقيده الوهابيه، يثبت ان يقول لك حته كده يثبت لك فيها ان ربنا سبحانه وتعالى ليه جهه وحد مش عارف ايه، يقول لك رأي بعدم نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم وانهم هيبقوا في النار مخلدين زيهم زي باقي الكفره، والكلام ده كله حتتك دع ينكش لك بها الناس. يعني ايوه الكلام ده ليه اراء فقهيه زمان ومش عارف ايه، بس اراء فقهيه منفرده. يعني هو يستخدم الاراء دي والحالات الشاذه دي اللي تؤيد الفكر السلفي ويجي يناقش بها المجتمع بس يبقى ترند والناس تتكلم عنه ويجذب الانتباه ويلفت الانتباه. دي قصه الشيخ عبد الله رشدي او الاستاذ عبد الله رشدي. وأنا أحسب عند الله يعني وأنا يقيني إنه هو شخص فاهم وشخص عارف الصح من الغلط، وعارف إنه هو اللي هيعمله ده غلط، بس هو اختار إنه يعمل كده علشان خاطر الناس، بيتحدى الناس اللي هو كان على فكره، بيتحدى الأزهر وبيتحدى الشيخ علي جمعة بالذات وبيتحدى تلاميذ الشيخ علي جمعة بالذات. فإخواننا لو عبد الله رشدي جه بعدين قال اي تغريده ولا كده ولا بتاع ولا اي حاجه من الحاجات اللي بيستميل بها الوهابيه دي او اللي بيثبت بها للشباب السلفيين ان هو سلفي، ما حدش يا اخواننا يعيره اي اهتمام ولا يدي له يدي الكلام ده اي اهميه، ويوقن ان هو بيقصد بكده انه يبقى ترند. انما هو لا مصدق الكلام اللي هو هيقوله ده الكلام السلفي ده، ولا مصدق العقيده السلفيه. ده شخص ازهري قح في قرارة نفسه، وشخص اشعري قح في قرارة نفسه كعقيده. هذه دينة الشيخ عبد الله رشدي، شخص تحول من الفكر الأزهري أهل السنة والجماعة الأشاعرة إلى الفكر السلفي الوهابي
بمخه وبمزاجه، علشان خاطر هو مصلحته تنافت مع الناس دي، والناس دي ما يلقيش من وراها فلوس او ما يلقيش من وراها حمايه. الازهر راح للناس اللي يلقى من وراها فلوس، ويلقى من وراها شهره، ويلقى من وراها مجد، ويلقى من وراها اهتمام، ويلقى من وراها دخل ثابت يعينه على حياته، لان هو دوك راجل لا موظف ولا معين في الدوله، من ساعه المشكله اللي قلنا عليها دي بتاعه تكفير المسيحيين. فعشان ادي قصه الشيخ عبد الله الرشدي، وادي نظرة انا عن الشيخ عبد الله الرشدي. ففهموه صح ترتاح، وما تتغاظوش منه ولا تزعلوا منه. ده شخص عيناكف في الناس بمزاجه كده، وهيلعب بالمجتمع الديني في الوسائل التواصل الاجتماعي بمخه وبمزاجه. شكرا.